أفضل مسلسلات رمضان 2023 هتكون في الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن افضل المسلسلات اللي تستحق المشاهدة في رمضان 2023. بس قبل ما نعرف ايه المسلسلات دي ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. واول مسلسل معانا هيكون اسمه رمضان كريم. الجزء التاني هينزل في رمضان، وهيكون في غياب نجوم كتير اوي عن الجزء التاني ده، واللي اعتذر عن اداء الجزء التاني روبي وشريف سلامة ورام عبد الغفور وسهر الصايغ ومحمد محمود. والمسلسل هيتعرض على قناة دي ام سي، والجزء التاني هيستكمل الاحداث بتاعة الجزء الاول اللي هي كانت بتدور بقى في دراما في حارة شعبية والكلام ده كله. ويلا بينا نخش في المسلسل التاني عشان مطولش عليكم. والمسلسل التاني اللي معانا في فيديو النهاردة مسلسل العمدة للفنان محمد رمضان. وبتدور قصة المسلسل ده إن محمد رمضان يجسد شخصية جعفر العمدة ويعيش في حي السيدة زينب ويتزوج من 4 سيدات. وهتشارك في المسلسل ده مي كساب بعد غياب كبير أوي. وبس كده، يلا بينا ننتقل للمسلسل اللي بعده. وطبعا ما ننساش مسلسل الكبير أوي الجزء السابع للفنان أحمد مكي. والقصة بتدور إن بعد سنة من جواز الكبير من مربوحة، وهو الزواج الذي أصبح فاترا ويتعرض للكثير من المشكلات بين الطرفين، وتزداد شكوى مربوحة في الكبير معتقدة إنه يخونها مع امرأة أخرى، ويترتب لقاء شهر العسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات. وبس كده هتدور بقى القصة بقى حب بقى وجوني والكلام ده كله. ونخش في المسلسل اللي بعد كده، والمسلسل الرابع اللي لازم تتفرج عليه مسلسل المداح الجزء الثالث للفنان حمادة هلال. والجزء التالت ده هيظهر فيه شخصيات جديدة ما شاركوش في الأجزاء اللي فاتت، هيظهروا في الجزء التالت ده ويلا بينا نشوف المسلسل اللي بعد كده. والمسلسل الخامس مسلسل الأجهر للفنان عمرو سعد. طبعا القصة بتاعت المسلسل ده هيكون ايه، مسلسل شعبي بقى وكده. ويلا بينا نشوف المسلسل اللي بعد كده. والمسلسل السادس مسلسل الكانتو للفنان أمير كرارة. وأحداث المسلسل ده اللي هو الزمن القديم، وهتاخد القصة بقى ايه للزمن الجميل. ويلا بينا نشوف المسلسل اللي بعد كده. والمسلسل السابع مسلسل بابا المجال لمصطفى شعبان. والقصة بتاعته بقى بتدور في ايه، ان هو تاجر قطع سيارات، ان هو بدأ صغير وبقى من التجار الكبار وكده في البلد يعني وكده، وده سبب بقى اللي خلاه في صراعات كبيرة بقى مع الناس كلها اللي حواليه. ويلا بينا نشوف المسلسل اللي بعد كده. والمسلسل اللي بعد كده مسلسل سر السلطان. المسلسل ده طبعا ضمن فنانين كبيرة أوي طبعا في المسلسل ده، والمسلسل ده هيبقى جامد أوي. عمل ضجة أول ما نزله طبعا، ضرب الدنيا حرفيا، وناس كتير أوي مستنية المسلسل ده بفارغ الصبر. ويلا بينا نشوف المسلسل اللي بعد كده. والمسلسل اللي معانا مسلسل التاسع مسلسل ستون بتاع روجينا طبعا. وبتدور بقى قصة المسلسل ان في 4 سيدات مكافحات، واول واحدة ام فارس اللي هتبقى كهربائية، وتاني واحدة طبعا ايه واحدة ام محافظة الدقهلية بتشتغل في مصانع الطوب وكده، تالت واحدة المعلمة عفاف اللي هي تلبس جلابية صعيدي بقى وهتبيع بطيخ في الاسواق والكلام ده كله، ورابع واحدة بهية اللي هي من محافظة بني سويف وبتشتغل بقى ايه في مهن شاقة بقى والكلام ده كله. وبس كده، يلا بينا نشوف المسلسل اللي بعد كده. والمسلسل اللي بعد كده مسلسل حضرة العمدة بقى ايه بتاع الأخت روبي. طبعا القصة بقى بتدور عن ايه، امرأة قررت انها تخوض انتخابات البلد والكلام ده كله، وتحصل على عمودية بقى ان هي تبقى عمدة في البلد وكده. وطبعا كل الرجالة بقى ايه بيلفوا عليها بقى ايه طبعا اللي هم طمعانين في المنصب ده، وطبعا عشان هي بقت العمدة هيبقى في مشاكل كتيرة. القصة بقى بتدور ايه بقى ان هي هتنجح ان هي تبقى عمدة وتولى المنصب وتاخد الأصوات لصالحها وتحقق الكثير من العدل والمساواة بين أفراد القرية بقى والكلام ده كله. وبس كده عشان محرقتش عليكم المسلسل، يلا بينا نخش في المسلسل اللي بعده على طول. ومعانا مسلسل عملة نادرة. المسلسل بتاع عملة نادرة بقى بتدور القصة بتاعته إن في شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها. ومش هحرق لكم بقى أحداث المسلسل، ويلا بينا نخش في المسلسل اللي بعد كده. ولو وصلت لحد هنا متنساش اللايك وكومنت برأيك يشجعني إن أنا أستمر في الفيديوهات دي أكتر وأكتر. والمسلسل اللي معانا دلوقتي مسلسل مذكرات زوج. المسلسل ده بتدور أحداثه في إطار اجتماعي ساخر حول يوميات زوج مقهور، حيث يذهب الزوجين لطبيب نفسي من ضغوطات يتعرضان لها بقالب كوميدي ساخر. والمسلسل ده يدور أحداثه في 15 حلقة بس. ويلا نشوف المسلسل اللي معانا بعد كده. والمسلسل اللي معانا دلوقتي مسلسل علاقة مشروعة. المسلسل ده برضه هتدور أحداثه في 15 حلقة بس، طبعا هيناقش قضايا شائعة في المجتمع المصري ظهرت بعد التغير
التغيرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة. وطبعا النجم ياسر جلال شخصية رجل أعمال متزوج من مي عمر، وبسبب حادث من خلال الأحداث يتسرب القلق والتوتر إلى حياته، وهتحصل بقى مشاكل كتير أوي. وبس كده، مش عايز أحرق لكم بقى المسلسل، ويلا بينا نشوف المسلسل اللي بعد كده. والمسلسل اللي هيكون معانا دلوقتي مسلسل تحت الوصاية، واللي هتدور أحداثه إن منى زكي هتطلع باسم حنان، وهي أم لابن عنده 9 سنين وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها. ويتكون برضه أحداث المسلسل ده من 15 حلقة بس. مش هطول عليكم، ويلا بينا نخش في المسلسل اللي بعد ده على طول. والمسلسل اللي معانا دلوقتي مسلسل ضرب نار، واللي هيكون من بطولة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي. وطبعا هتكون أحداث المسلسل ده في الدراما الصعيدية، وذلك حول شخصية جابر أبو جديد الذي يجسده الفنان أحمد العوضي. وياسمين عبد العزيز هتقوم بشخصية اسمها مهرة، وهي طبعا من حي في شبرا. وأحمد العوضي اللي قايم بشخصية جابر أبو جديد هيقع في حب مهرة اللي هي مراته ياسمين عبد العزيز. وجابر هيطلع من الصعيد هيروح القاهرة بقى عشان يحس بذاته والكلام ده كله. هيقابل مهرة، وطبعا هتواجههم بقى ايه العديد من المشاكل والمصاعب في حياتهم. وأول ما يبدأوا إن هما يقعوا في حب بعض بقى هتقابلهم مشاكل كتير أوي هتفضل ماشية وراهم. وبس كده، مش عايز أحرق لكم بقى المسلسل. وبس كده هيكون فيديو النهاردة خلص. ولو عايزين اعمل لكم جزء تاني من مسلسلات اكتر واكتر اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهحاول انزلها لكم في الفيديو بتاع بكره. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله هنا على القناه، عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد تخش تروق عليا بلايك وكومنت كده حلوين شبهك. ولو عايزين انزل لكم فيديو لبرنامج رامز جلال 2023 اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهحاول انزله لكم برضه. واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر مسلسل عجبكم هتتابعوه في رمضان. وبس اهم حاجة ما تخلوش المسلسلات دي تعطلكوا عن العبادة وذكر الله والقرآن الكريم وكل حاجة. طبعا كده كده المسلسلات دي موجودة على طول، بس شهر رمضان شهر بيجي مرة واحدة في السنة، فاحنا لازم ان احنا نعمل كل حاجة نقدر عليها ان ربنا يبارك لنا ونقرب من ربنا اكتر واكتر طبعا، ونقرا قرآن ونذكر الله كتير ونصلي على النبي طبعا. وبس كده، اكتبوا لي عايزين انزل لكم ايه الفيديو بتاع بكرة. وبس كده، هتكون نهاية شرح فيديو النهاردة، واتمنى الفيديو يكون عجبكم طبعا. وما تنسوش الفولو على الانستجرام، وتخش في جروب التليجرام هتلاقي اللينك في الوصف، بننزل كل حاجة على طول أول بأول هناك. وبس كده، دي هتكون القنوات اللي هتشتغل عليها كل المسلسلات دي. وبس كده، سيبكم تتفرجوا عليها واشوفكم في فيديو جديد. سلام.